انا جاي لك من المستقبل وبقول لك في قنبله موقوته في النادي الاهلي بسبب رحيل 2 لعيبه من القوام الاساسي للفريق، ولكن في صفقتين من العيار التقيل جايين للاهلي في الطريق. تفاصيل كتير داخل حلقه النهارده من داخل الكواليس. ركز معايا ويلا نبدا الحلقه بسرعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي المشاهدين، عشاق الساحره المستديره ومحبي برنامج استوديو الكابتن. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده، حلقه ناريه ومميزه. قبل ما نبدأ الحلقة اعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وركز معايا علشان الكلام اللي هقوله مهم جدا جدا جدا، يخص صفقات النادي الأهلي وصفقات النادي الزمالك وأحداث كتير من داخل الكواليس. طيب، الخبر الأولاني اللي معانا بالنسبة للنادي الأهلي هو رحيل 2 لعيبة من القوام الأساسي للفريق. 2 لعيبة بيلعبوا أساسيين في النادي الأهلي، احتمال كبير جدا إن هم يمشوا في يناير. ال2 لعيبة دول هم جراديشار وأليو ديانج. جراديشار في عدم قناعة من ناحية النادي الأهلي، سواء كان الجهاز الفني أو مجلس الإدارة، شايفين إن هو يعني ما عوضش غياب وسام أبو علي، مستواه ما ارتقاش لأن هو يكون المهاجم الأساسي للنادي الأهلي. واللاعب حاليا بيدور على عروض يعني عشان يتم الانتقال خلاص في يناير. واليو ديانج الاهلي لم يتوصل لاتفاق معاه بخصوص التجديد. يقال ان اليو ديانج طالب ارقام كبيره في التجديد، وده يعني خارج سياسه النادي الاهلي وخارج سياسه الفئات اللي موجوده في النادي الاهلي. لذلك اللاعب فيه عرضين من الخليج عنده حاليا، وهو بيفاضل ما بينهم وبنسبه كبيره هيكون بره النادي الاهلي. طيب، النادي الاهلي بقى عمل ايه عشان يعوض اللاعبين دول، خاصه جراديشار؟ لان اصلا الاهلي من ساعه رحيل وسام ابو علي وهو يعني تقريبا عنده مشكله كبيره جدا في راس الحربه. طيب، كابتن سيد عبد الحفيظ تولى بنفسه ملف التعاقد مع مهاجم اجنبي يكون قوي ويكون من العيار التقيل. حاليا في 2 مهاجمين سينضموا للنادي الاهلي بنسبه كبيره جدا في يناير. المهاجم الاولاني هو مصري دولي بيلعب في منتخب مصر، هو الكابتن اسامه فيصل. تقريبا الاهلي اتفق مع اسامه فيصل على كل حاجه، واتفقوا على الفلوس واتفقوا على المده، وهي هتكون التعاقد هيكون 5 سنين، وفاضل بس ان هم يكلموا النادي الاهلي، يكلموا نادي البنك الاهلي علشان يخلصوا معاه كل حاجه. انما الكلام مع اللاعب خلاص، واتفقوا على كل حاجه واتفقوا على كل التفاصيل، واسامه فيصل موافق ومرحب جدا بفكره الانضمام للنادي الاهلي. وتقريبا يعني اسامه كده هيعتزل في النادي الاهلي. المهاجم الثاني اللي شغال عليه كابتن سيد عبد الحفيظ هو مهاجم اجنبي. مهاجم اجنبي مهاجم دولي. مهاجم دولي اجنبي. في 2 قدام الكابتن سيد عبد الحفيظ، واحد بيلعب في اوروبا والتاني في افريقيا. فان شاء الله باذن الله هيكون خبر عندنا اسم المهاجم اللي سيتم التعاقد معاه في يناير الفتره اللي جايه. بالنسبه للنقطه بتاعه اليو ديانج، اليو ديانج لما يمشي انا شايف ان مش هيبقى في مشكله كبيره في خط وسط النادي الاهلي. طب ليه؟ خط وسط النادي الاهلي فيه لعيبه كتير تقيله ودوليه، ومستواهم الفتره اللي فاتت كويس جدا وثابت وفي تصاعد. عندنا من الاساسيين اللي بيلعبوا في النادي الاهلي اللي يقدروا يغطوا رحيل اليو ديانج: مروان عطيه، عندنا محمد علي بن رمضان، عندنا امام عاشور. امام عاشور خلاص هيرجع يلعب تاني في اول مباراه رسميه امام شبيبه القبائل في افريقيا. ماتش الجاي للاهلي امام شبيبه القبائل، ماتش في افريقيا. ده اول ماتش هيلعبه الاهلي في افريقيا، واول ماتش هيلعبه بعد التوقف الدولي. وهنشوف فيه امام عاشور هيشارك بشكل طبيعي جدا بعد التعافي
واللاعب جاهز بشكل كامل وتحت امر الجهاز الفني يعني. طيب عندنا محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم طبعا كلام كتير الفتره اللي فاتت اتقال ان الاهلي بيفاوض محمد عبد المنعم. ده كان قبل بطوله السوبر. المفاوضات شغاله من قبل بطوله السوبر. الحقيقه هي ما اتقالش عليها مفاوضات قوي يعني، لان محمد عبد المنعم طبعا بالنسبه للنادي الاهلي يعني بيته، مش هيختلفوا على الماديات والكلام ده كله، ولكن محمد عبد المنعم في المقام الاول بالنسبه له هو عايز يكمل. هو عايز يكمل الاحتراف، مش عايز يرجع تاني مصر بشكل عموما يعني. ولكن في حاله ان اللاعب اخذ قرار ان هو يرجع مصر هيكون عن طريق بوابه النادي الاهلي يعني بدون اي نقاش. نيجي بقى للزمالك. الزمالك اليومين دول بعد بطولة السوبر تحديدا، بعد خسارة السوبر يعني الزمالك ماشي بمبدأ غريب بصراحة. يعني الزمالك انا نفسي يعني اسال الساده المسؤولين في نادي الزمالك، انتوا بتعملوا ايه يا جماعه؟ يعني بصراحه يعني انتوا بتعملوا ايه؟ السياسه اللي انتوا ماشيين بيها في الفتره ديت بصراحه يعني انتوا بتعملوا ايه؟ ايه انا شفت حاجه امبارح، خبر غريب جدا، ان نادي الزمالك اشتكى في اتحاد الكوره زيزو عشان ما سلمش على هشام نصر. فيعني انا استغربت يعني، ما هو نادي الزمالك خلص مشاكله وخلص كل الحاجات اللي عنده، وخلصوا الصفقات الجديده وخلصوا ايقاف القيد وخلصوا ارض اكتوبر ومشاكل اللعيبه والمستحقات والكلام ده كله، عشان خاطر نروح نشتكي زيزو ان هو ما سلمش على هشام نصر. يعني انا كنت اتكلمت في الموضوع دوت في الحلقه اللي فاتت، كنت شرحت الامور كلها اللي حصلت في مشكله هشام نصر وزيزو، وتمنيت ان اللي قاله هشام نصر ما يعملوش، ان هو قال ان الزمالك هيشتكي والكلام ده. فامبارح اتفاجئت ان الزمالك اشتكى في اتحاد الكوره، زيزو قدم شكوى رسميه ان هو ما طبقش البروتوكول ومش مطبقش البروتوكول. ايه يا جماعه؟ معلش يعني الاسلوب بتاع الزمالك ده بيفكرني بالاسلوب بتاع ايه، بتاع بص العصفوره. يعني اللي هو ايه، ما احنا ما عندناش حاجه، احنا الدنيا بص ما فيش حاجه. يعني ايه يا جماعه اللي انتوا بتعملوه؟ مش وقته. يعني انا شايف ان مش وقته الكلام دوت خالص. وحتى لو انت عندك استقرار، حتى لو انت دافع مستحقاتك، حتى لو انت جايب نجوم وجايب صفقات والدنيا وبتاخد بطولات والدنيا ماشيه معاك تمام ومفيش اي مشاكل، مش دي المشكله اللي احنا نقدم عليها شكوى رسميه ونقول احنا عايزين نجازي اللاعب او عايزين غرامه او يعني. مش هي، ما اعتقدش يعني. حتى لو الدنيا تمام، لو الدنيا كويسه، مش دي اللي احنا نتكلم فيها، او مش دي اللي احنا نقولها، مش دي اللي احنا نشغل بالنا بيها اصلا. يعني بصراحه تصرف غريب جدا من اداره نادي الزمالك، ملوش تفسير عندي. يعني انا ما اعتقدش ان الناس دي المسؤولين في نادي الزمالك شاغلين بالهم بالموضوع للدرجه دي. يعني انا ما اعتقدش ان الشكوى دي سببها ان اللاعب مثلا ما طبقش البروتوكول واحنا عايزين نجازيه. يعني انا ما اقتنعش بكده خالص. انا اقتنع ان احنا عايزين نداري على المشاكل الموجوده، عايزين نعدي نغمه خساره السوبر، عايزين بقى نعدي نغمه ايقاف القيد، عايزين بقى. هو ده التفسير المنطقي الوحيد للموضوع، لان مش وقته خالص، ولا حتى لو وقته مش دي المشكله اصلا اللي نادي الزمالك يتكلم فيها يعني. كنا اتكلمنا هنا بعد ماتش السوبر، بعد ماتش الاهلي بالظبط بعد الفاينل، كنا شكرنا كابتن احمد عبد الرؤوف وقلنا له متشكرين على المجهود اللي انت عملته، وكنا قلنا ان مدرب الزمالك القادم هو برتغالي، وان هو هيكون متواجد في فتره التوقف الدولي اللي احنا موجودين فيها يعني. اصبح الكلام اكيد، ورحيل الكابتن عبد الرؤوف امر نهائي. كان في كلام الفترة اللي فاتت إن في
يعني انشقاقات داخل نادي الزمالك ما بين في اعضاء من مجلس الاداره عاوزين احمد عبد الرؤوف يكمل ونديله فرصه والكلام ده، وفي جزء تاني بيقول لا ده هو كان فتره مؤقته واحنا هنجيب مدرب تاني، لازم نجيب مدرب اجنبي. يعني القصه دي كلها كانت اصلا محسومه من قبل تعيين كابتن احمد عبد الرؤوف، يعني قبل السوبر اصلا، قبل بطوله السوبر وبعد رحيل يانيك فريرا. كابتن احمد عبد الرؤوف كان جاي لفتره مؤقته، هم يعني مجلس الاداره عين كابتن احمد عبد الرؤوف بصفه مؤقته وليست بصفه دائمه. ف يعني من بدري القرار متاخد ان احمد عبد الرؤوف مش هيكمل، ولكن عشان ما فيش وقت قبل بطوله السوبر فخلوا احمد عبد الرؤوف يكمل في بطوله السوبر. اما الاتفاق مع المدير الفني البرتغالي اللي هو نونو الميدا مساعد فريرا السابق ومدرب فاركو السابق تم، واتفقوا على كل حاجه، والاعلان عن المدرب هيكون الفتره اللي جايه في الايام القليله اللي جايه اثناء التوقف الدولي لمنتخب مصر. طبعا كان في حاجه بس يعني صغيره كنت حابب ان انا اعلق عليها بعد رحيل بعد نهايه السوبر. في ناس كتير انتقدت كابتن عبد الله السعيد، في ناس قالت ان هو كبر وان هو ما اداش احسن حاجه في البطوله، او يعني انا متفق تماما مع الراي ده. ماشي، هو عبد الله السعيد كان في البطوله مش احسن حاجه، ولكن عبد الله السعيد من الاساسيين في نادي الزمالك. عبد الله السعيد 41 سنه وبيعمل مجهود اكتر بكتير من لعيبه عندها 22 سنه، من لعيبه صغيره جدا في السن، لعيبه المفروض تثبت نفسها ولعيبه المفروض تعمل حاجه للنادي. عبد الله السعيد بيعمل مجهود اكتر منهم وبيضيف لنادي الزمالك اكتر منهم، فما ينفعش ان يكون في فئه تنتقد عبد الله السعيد وتقول له بطل، خلاص كفايه 41 سنه، كنت سيء في السوبر ما عملتش حاجه. يعني الكلام ده كله يعني يا جماعه المفروض ان احنا ما نعملوش. كابتن عبد الله كابتن كبير، وزي ما قلت من احد الاعمده الاساسيه في الفرقه دلوقتي. انت ما عندكش حد يعوض غياب عبد الله السعيد الا احمد حمدي، ولسه قدامه شويه عشان يرجع لمستواه. احمد حمدي طبعا لعيب موهوب ولعيب جامد، ولكن هو لسه ما رجعش لمستواه، فانت ما عندكش حد يغطي عبد الله السعيد. اذا الراجل ده فنيا هو اعلى رقم 8 عندك، مفيش اعلى منه. طيب بكده نكون خلصنا الحلقه ونكون وصلنا لنهايه الحلقه. اعزائي المشاهدين محبين استوديو الكابتن، اتمنى تكون الحلقه عجبتكم. انا كنت مستمتع ان انا موجود معاكم. فضلا وليس امرا فعل زر الجرس واعمل لايك واعمل سبسكرايب عشان يوصلك كل جديد، واشوفكم على خير.